طب ليه الأخطاء الطبية دايما أكتر في عمليات التجميل؟ ملاحظ دايما اللي بيعمل عمليات التجميل حضرتك، يعني طبعا الله يرحمها سعاد نصر بسبب البنج وهي كانت داخلة تعمل عملية تجميل. في ناس بقى كتير قوي بتلاقي أخطاء طبية في عمليات التجميل تحديدا، ليه؟ طبيب أو جراح التجميل يختلف عن أقرانه من الأطباء. احنا قلنا إن الطبيب ملتزم ببذل عناية دون تحقيق نتيجة، جراح التجميل لأ، جراح التجميل ملتزم بتحقيق نتيجة. صحيح. يعني إذا ما كان هناك إجراء عملية جراحية غير علاجية، وهذا شرط، لأن جراحين التجميل الإجراء الذي يقومون به هو إجراء شديد الخطورة، ويرتب المسؤولية الجنائية إذا ما حدث أي تقصير وأي إهمال، حتى أن وفقا للأصول الطبية المتعارف عليها أنه لا يمكن لغير الطبيب الجراح المتخصص في الجراحة التجميلية إجراء مثل هذا النوع من الجراح. يعني الجراح العام ما يعملش عمليات تجميل، وإذا قام بعمل عملية من عمليات التجميل يكون معرضا للمسؤولية، إما كانت بقى مسؤولية جنائية أو تأديبية أو غيرها من المسؤوليات التي تترتب على هذا الأمر. فهذه المسألة جراح التجميل أو طبيب التجميل هو ملتزم بتحقيق نتيجة. فإذا ما كان هناك عملية لتحسين الشكل العام، تصغير أنف بقى، تكبير شفاه، أيا ما كان الأمر، وجاءت هذه العملية نتيجتها على النحو الغير مرضي بالنسبة للمريض، يكون هذا في حد ذاته هو خرقا للالتزام المدني أو الالتزام التعاقدي بين المريض والطبيب. أنا داخل أعمل حاجة طلعت ما عملتهاش، ما هو أنا أصلا داخل عشان أعملها. صحيح. فبالنسبة لي كده أنا ما استفدتش حاجة. طيب المسؤولية الجنائية تترتب على جراح التجميل أو تقع على جراح التجميل على اعتبار أنه أو أن النتيجة كانت غير مرضية بالنسبة للمريض؟ لا، النتيجة غير مرضية لا يترتب عليها مسؤولية جنائية. لكن إذا كان هناك قصور، يعني إذا كان هناك خرج المريض بتشوه معين في الشفاه، إذا خرج بجنب وجنب يعني، أو الحاجات اللي احنا بنشوفها ده الأغلب الدارج في عمليات التجميل والشكل ده بالنسبة للسيدات عاهة مستديمة. صحيح. ترتب المسؤولية الجنائية وتأخذ بتأخذ إلى محاكم الجنايات وفقا لنسبة العاهة طبقا بالظبط طبقا لما يقرر به الطب الشرعي. هذه المسألة المحكمة تأخذ فيها بأمرين، وفي اعتقادي أنه هو القول الفصل في مثل هذه الأمور من القضايا الطبية، وأنا اشتغلت وتعاملت مع عشرات القضايا. هذه المسألة القول الفصل فيها أمرين: أولا السجل الطبي أو التقرير الطبي الخاص بالمريض. في اعتقادي أن هذا السجل الطبي أو التقرير الطبي هو مرآة أو المرآة القانونية للمريض، هذا الذي يدون به كل ما وقع على هذا المريض من إجراءات من أول ما بيدخل المستشفى حتى أن يخرج منها. والأمر الثاني تقرير الخبرة الفنية. تقرير الخبرة الفنية ده اللي زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان هو تقرير الطب الشرعي، فبيعرض المريض على الطب الشرعي ليقرر الطب الشرعي في شأنه عدة أمور، أولاها هل قام الطبيب باتباع الأمور المهنية والطبية المتعارف عليها في هذه الحالة أم لا؟ هل كان هذا الذي ترتب وهذه النتيجة كانت نتيجة خطأ مهني جسيم، أو كانت من المضاعفات الطبية محتملة الحدوث في مثل هذه الأحوال من العمليات الجراحية؟ وبناء على هذا التقرير وبناء على هذا السجل والتاريخ المرضي للمريض يكون الحكم ويكون النظر في القضايا إلى جانب ظروف كل دعوة وكل قضية على حدة. فإجمالا وانتهاء حتى لا نطيل في هذا الباب، الطبيب التجميلي لا يعاقب ولا تترتب عليه مسؤولية جنائية في شأن النتيجة غير المرضية، وإنما يعاقب وتقع عليه المسؤولية الجنائية إذا ما أخطأ أو قصر أو كان هناك تشوه معين أو أعطى عقارا دون أن ينظر إذا ما كان هناك حساسية مفرطة من هذا العقار أو نسي أداة من أدوات الجراحة زي ما تفضلنا وقلنا، والأسباب كتير جدا في هذه المسألة. طيب